سلام الأصدقاء. هذه قصة ديال واحد الدري صاحبي عاودها ليا وطلب مني نعاودها لكم بطريقتي. إلا عجبتكم القصة ما تنساوش ديروا لايك وابوني باش هكا يوصلك اي حاجة رميضة. ما نكترش عليكم في المقدمة، معكم عبد اللطيف وخلونا نبداو القصة. سميتي عماد وعندي 19 سنة. حنا عايشين 5 بينا في الدار، انا الوالد الوالده واختي الصغيره وجداتي. قصتي بدات ملي سافرنا لروبيا عند عمي في الصيف. كنت تعرفت على واحد بنت الجيران تما سميتها راويه، كانت زوينه وظريفه. مع الوقت ولينا كنتلاقاو بزاف، حتى واحد ما كان عارف العلاقه اللي كانت بيناتنا. كنت كنبغيها وما ناويش نتفلى عليها، بحكم انها بنت الدوار وما عرفاش طاح حراميات. ما كاين لا فيسبوك لا تليفون، غير الحداقه وشغل الدار. كنت موعدها بالجواز من ورا ما مشيت للباك، وهي كانت موافقه على هادشي. بقى لينا نهار واحد في العروبيه ونرجعو في حالنا. فقت على النبوري ومشيت للبلاصه اللي كانت تلاقاو فيها. لقيتها سبقاتني لتماك، بقينا مجمعين وكنهضرو في شله امور. كان بيناتنا الاحترام، كل واحد فينا عارف الحدود ديالو. وحنا جالسين بان لينا واحد المش صغير. قالت لي يا راويه شوف داك المش كيف كيشوف فينا. بديت كنضحك، قلت لها يمكن حاسدني حيت قاعد معاك وهو غير بوحدو. مشاتو هزاتو وبقات شادة في يديها. كان كحل وعينيه زرقين، كيبان صغير. قالت لي يا راويه كل ما كانوش عندي المشاش بزاف كنت جيتو معايا نربيه. قلت لها انا ما عنديش معاهم، ولكن ملي بقى فيك غادي نديه معايا للمدينه وغادي نطلع فيه مزيان. وصلتها لدارهم ومشيت انا للدار، درت المش في كارطونه وحطيت ليه الماكله. مشيت تغديت مع الدار ونزلنا للواد مع عمي. وفاش رجعنا قال لينا عمي غادي نذبح واحد الخروف للعشاء ونعيطو على الجيران نقصرو هاد الليل. خرج عمي باش يعرض على الجيران، وانا كنت فرحان بزاف حيت بان لي عمي قصد الدار ديال راويه. دق الباب وخرج عنده واحد الراجل، عرفتو باللي بابا راويه، كان سميتو عبد الله. قال له مرحبا بك عندنا انت والعائله ديالك العشاء، جيو قصروا معنا شويه. كنت فرحان، كنتسنى غير الليل يمتى يجي باش تجي راويه ونشوفها. وصل الليل وسمعت الدقان في الباب، عرفتهم هما. ضربتها بجريه وحليت لهم الباب. تصدمت، لقيت غير عبد الله ومراته وولادو، دري صغير وبنت صغيره. ما كانتش معاهم راويه. علاش ما جاتش؟ شوشت عليها بزاف، بقيت كنقول مع راسي ياك ما مريضه. المهم دخلوا جلسوا وبقاو مجمعين وكيضحكوا، وانا كنفكر كيفاش نعرف راويه مالها ما جاتش. بان لي داك البروج ديال خوها بوحدو. مشيت عنده وبقيت كنسولو غير بالعقل. قلت له فين هي اختك راويه؟ قال لي اختي ما سميتهاش راويه، سميتها مريم. بقيت مصدوم وكنقول زعما تكون كذبات عليا في السميه. وعلاش؟ سولته وقلت له علاش ما جاتش معكم؟ بقى كيشوف فيا وكيضحك على السؤال ديالي، وقال لي واش انت مريض؟ راه اختي هي اللي دخلت معانا، راه هي اللي كتلعب مع اختك. ضحكت واخا ما بقيت فاهم والو، وسولته على نتوما شحال من واحد عايشين في الدار؟ هنا فين كانت الصدمه كبيره، حيت قال لي بلي عايش غير هو واختو ووالديه بزوج. سولته راويه اش كتجيك؟ قال لي ما كنعرف حتى وحده بهاد السميه. سولته شكون خليتو في الدار؟ قال لي حتى شي واحد، سدينا الدار وجينا كاملين. تزعزعت في ديك اللحظه، كنشوف الدري عارف اش كيقول ومتاكد من هضرته، وانا نتفكر المش اللي في الكرتون كان خاصني نعطيه. مشيت للكوزينه ولقيت جده كتعشى، كانت عيانه وباغا تمشي تنعس باش تشد معنا الطريق غدا الصباح. هزيت لها شويه ديال الخبز وشويه ديال اللحم وديتو من المش دغيا كلاهم. كان فيه الجوع مسكين. غير شفتو وانا نتفكر راويه والهضره اللي قال لي البروج. تخربقت.
عيطوا عليا باش نتعشاو. تعشينا ومشاو دوك الجيران فحالهم، وكل شي مشى ينعس. انا ما بغاش يجيني الناس حتى 4 ديال الصباح. بقيت كنحلم شي حوايج في شي شكل. حلمت واحد الباب كحل كبير كيتحل غير بالزز، وانا واقف قدامه كنتسناه يتحل باش نشوف اش كاين لداخل. غير تحل بان ليا ديك البلاصه مظلمه، كيجيو منها شي اصوات عمرني سمعتهم في حياتي. كتبان ليا راويه لداخل كتعيط ليا. بغيت ندخل لعندها ولكن حسيت بشي حد كيجرني من اللور. كندور كنلقاها جده كتقول لي رجع ولدي ما تمشيش. انا ما ديتهاش فيها شويه، ما بقاتش كتبان ليا. دورت راسي جيت لباب الكحل، كنلقى راويه مازال كتسناني ندخل. مشيت جيت الباب، يلا باغي ندخل، وسمعت الاذان وغبرات راويه وتسد داك الباب، وضرباتني الفيقه ديك الساعه والاذان باقي ما سالا. لقيت الفجر كيأذن وانا مخلوع. مشيت وصلتو جي لقيتهم فايقين، شي كيصلي شي كيجمع حوايجو حيت غادي نرجعو للدار. لبست حوايجي وهزيت الصاك ديالي وما نسيتش الكرتونه اللي فيها المش. حتى طنفت وبيت الوالد ورجعت. فطرنا وشدينا الطريق مع 6 ديال الصباح. كانت الطريق طويله كلشي عيان. غير وصلنا للدار دخلنا الحوايج ومشيت لبيتي نرتاح. كان فيا الموت ديال الناس. دخلت معايا المش وخرجته من الكرتونه وحطيته فوق واحد الكرسي ونعست في بلاصتي. بديت كنحلم براسي كنغرق في الدم وانا ما قادر ندير والو. شويه بديت كنفيق، كتبان لي الضبابه في البيت، كنشوف شي حد جالس فوق الكرسي اللي كان فيه المش. غمضت عيني وحليتهم وبان لي غير المش اللي فوق الكرسي باقي في البلاصه فين حطيته. حاولت نقنع راسي بلي داكشي اللي شفت غير حلم، واخا كنت متاكد من راسي فايق. دقات الوالده الباب وحليت لها، قالت لي اجي تغدر على 5 هادي، ما بغيتش نفيقك قبيله. جمعت الوقفه ومشيت عندهم. وصلت جي وواخا هكاك كنت باقي مزعزع وما فاهم والو. تغديت وخرجت ضرب الدوره في الدرب. توحشت صحابي اللي شهرين وانا غابر عليهم. ما دخلت للدار تأذن العشاء. دخلت ولقيت الدار يلا حطوا العشاء. تعشيت معاهم ومشيت للناس. مع كنت عيان نسيت المش ما عطيتو ياكل. وانا ناس كنحس بشي حاجه لاصقه في يدي وانا نغوت. فقت وانا لقى المش عطني من يدي. مع بان ليا الدم شديت داك المش وضربت به مع الحيط. بقات يدي كضرني. لويت على واحد الفاصمه وانا نمشي للمش هزيتو وبالاعصاب رميتو من الشرجم ورجعت تكيت بلاصتي وانا نتفكر باللي ما عطيتوش يتعشى. يعني انا اللي ظلمتو ماشي هو. ما بغاش يديني نعس ديك الليله. مشيت طليت من الشرجم باش الا كان باقي عايش نهبط نجيبو، ولكن ما بان ليا والو. قلت مع راسي غيكون ما ماتش ومشى شي بلاصه. رجعت لبلاصتي وداني النعاس. ما فقدت حتى 8 ديال الصباح. مشيت للكوزينه لقيت الوالده كتوجد الفطور. قلت لها شنو ندير لي تعطني المش. بقات كتغوت عليا وقالت لي جدك كاع تجيبو، تسنى نجيب لك باش نداويك. حليت الفاصمه من يدي وتصدمت. بقيت غير حال فمي حيت ما لقيت لا عطا لا والو. تخلعت حيت في الليل كانت عطا كبيره كيخرج منها الدم. جابت الوالده باش تداويني وانا نضحك لها ديك الضحكه الصفراء وقلت لها راه غير كنضحك معاك. بقات كاني كتغوت كتقول لي واش وقيت الضحك هادي، واش انا مساليه ليك. سير تفطر وخليني نجمع الدار. مشيت فطرت ونسيت اللي وقع. النهار داز مزيان واخا ما كنتش مرتاح في دماغي. في العشيه قالت لي يلا تمشي معنا عند خالك راه عارض علينا. قلت لها لا غير سيرو ما فيا اللي يمشي. صافي مشاو وجلست بوحدي في الدار. تعشيت
تفرجت في واحد الفيلم تجاني الناس، وانا ناس كنسمع الباب ديال البيت كيتحل. ما قدرتش نوض نشوف شكون، بقيت ساد عينيا حتى ما بقيت كنسمع والو. حليتهم في الظلام وخرجت راسي من المانطا. كيبان ليا شي واحد واقف حدا الشرجم وكيبكي. بغيت نمشي نشعل الضو نشوف، ولكن ما قدرتش. كنحس بشي حد شادني ومزيرني في الفراش. بقيت كنغوت بحال رجاجي، وهي تهضر واحد المراه وهي اللي كانت واقفه حدا الشرجم. قالت لي اسكت، ما كاين اللي يسمعك. وجاني صوتها ما غريبش عليا. سولتها وانا مخلوع، شكون انتي؟ قالت لي انا اللي غلطتي غلطه كبيره وتسببات ليا في الموت ديال ولدي، وانا غادي نعاقبك على هادشي اللي درتي. وإلا رجعتي اللور غتفكرني وغادي تعرفني. دابا غادي نمشي، ولكن كون متاكد انني ديما هنايا وما غاديش نتفارق معاك. غير مشات وهو يشعل الضو ديال البيت بوحدو. بقيت مصدوم في بلاصتي وكنفكر في هادشي اللي وقع ليا، وشنو الغلط اللي درت وشكون مات. ما بقيت فاهم والو، ولكن تفكرت داك المش اللي رميت من الشرجم، وتفكرت راوية، وتفكرت هضرت خوها، وفهمت بلي هاد راوية ماشي من الانس، حيت لا وجود لها في الواقع، على حساب الهضره اللي سمعت من البروج وانا كيسحاب ليا بلا راه اختو. دابا عاد تاكدت من هضرتو ومن صوت هاد المراه الغريب اللي خرج ليا في نص الليل، واللي ما غريبش عليا حيت جاني بحال صوت راوية. واخا هادي كتبان كبيره عليها شويه في الجسد، ولكن كلشي ولا باين. كل ما غرقت في التفكير في هاد الموضوع كنزيد نفهم. تفكرت العطا اللي عطني المش في يديا، والصباح ما بقى لها حتى شي اثار. حاجه وحده اللي ما فهمتش هي ديك الحلمه اللي حلمت ديال الباب الكحل والغوات وراويه اللي كاينه لداخل، وكنظن حتى هاد الحلمه كان عندها علاقه بالموضوع. بقيت كنفكر في هادشي حتى داني الناس. ما فقت حتى 9 ديال الصباح لقيت مالين الدار كيفطروا. فطرت معاهم وهما ما فراسهم ما يتعاود. مع الوقت حياتي ما بقات عندها حتى شي معنى. بنهار كنكون بخير، ولكن فاش كيأذن العشاء كنولي نسمع شي اصوات في بيتي بحال كيعيط ليا شي واحد نمشي لعندو. وليت كنخاف من الليل والظلام، وبالخصوص البيت عندي. تعشينا وكلشي مشى ينعس، بقيت غير انا. دخلت لبيتي واخا كنت خايف. نعست في بلاصتي وانا نسمع الدقان في الباب. حليت وما لقيت حتى شي واحد، ورجعت سديتو وانا نشوف راوية جالسة في البيت. بغيت نحل الباب ونهرب، ولكن ما بقاش بغا يتحل، بحال زدو شي حد بالساروت. كانت كتخلع، رجليها ماشي ديال بنادم، ودنيها كبار غير وجهها اللي بقى كيما كان. بقيت كنغوت، اش بغيتي عندي؟ قالت لي انا حبيتك وعطيتك ولدي طلع فيه، ولكن انت خليتيه بالجوع وقتلتيه، ودابا غادي تختار جوج حوايج: يا غتزوج بيا يا غادي ننتقم منك. قلت لها كيفاش غادي نتزوج بك وانتي ماشي بشر؟ قالت لي انا جنيه فعمري 50 عام، ولكن الا قبلتي غادي نعيشك في سعاده. غادي تمشي معايا للقصر ديالي تحت الارض فيه كل ما تمنيتي، حتى حنا عايشين بحالنا بحالكم وحنا مسلمين. قلت لها هادشي ماشي بصح، كيفاش غادي يمشي معاك من ارض الواقع لتحت الارض؟ هادشي ما كيتقبلوش العقل. قلت لها فرقيني عليك، خليني نعيش حياتي. هادشي اللي كتقولي عمرو ما غادي يكون. صرفقاتني حتى ما بقيتش عاقل على راسي، وليت غير كنسمع حيت عينيا تسدو. قلت لي كون دخلتي من داك الباب كون دابا راك راجلي، ولكن انت رفضتيني وانا غادي ننتقم منك، وعمرك ما غادي تعاود تشوف الدنيا مضويه. مشات في حالها وانا بقيت كنغوت. تسمعوني مالين الدار جاو عندي وحلوا الباب، لقاو عينيا حمرين وانا غير كنغوت وكلشي مخلوع. حاجه وحده اللي كنقول غادي تقتلني. بقاو دايرين بيا حتى داني الناس. الصباح فاش فيقوني لقاوني ما كنشوف والو. جاب الوالد الطبيب دار ليا شي فحوصات ولقى بلي الشوف عندي مشى، ولكن غير مؤقتا.
مع الوقت غادي نرجع نشوف. بقيت في ديك الحالة شي شهر تقريبا وانا ما كنشوف والو، جالس غير في الدار. كل ليلة كيبدا العذاب ديالي، كنحلم بواحد الراجل كحل كيجي يفيقني كيتيني معاه. كنمشيو لواحد الغابة تما فين كاين داك القصر. اول مرة داني لتما قال لي هذا هو القصر اللي كنتي غادي تعيش فيه كون قبلتي تزوج بها. دخلنا من واحد الباب كبير، كان واقف في وسطو واحد العساس من الجن قدو قد السخت، وكلهم عندهم رجلين ديال البقر، ولكن عندهم النظام تما كلشي داخل لسوق راسو، كل واحد مقابل خدمته. داكشي عجبني وزوين بزاف. شفت واحد الشجرة كبيرة وكانت واحد المرأة جالسة تحتها. سولتو شكون هي هاديك؟ قال لي هاديك هي الملكة اللي كتحكم، وهي اللي قالت لينا نجيبوك لينا باش تعرف فين كنتي غادي تعيش. بغيت نمشي عندها ولكن كانوا شاديني وهي ما بغاتش تشوفني. سولتهم وعلاش جالسه بوحدها تما؟ قال لي من النهار اللي قتلتي لها ولدها وهي كتجلس تماك. داني لواحد البلاصه خايبه وفيها ريحه خانزه، وتما كانوا بزاف ديال الكلاب والمشاش. قال لي هنا غادي نوليو نجيبوك كل ليله باش تاخد الجزاء ديالك. بقيت كنغوت وانا ما درت والو، ما حسيت براسي تضربتني الفيقه، ولقيت الوالده حدايا وكتبكي، ورجع ليا الشوف، ولكن يدي ورجلي اليسريه ما بقيتش كنقدر نحركهم، بقيت غير كنبكي على زاري. في الصباح جاب ليا الوالد واحد الفقيه، قال لهم خليوني معاه بوحدنا في البيت. خرجوا وسدوا علينا الباب، وقال لي عاود لي اش واقع لك. عاودت ليه كلشي بالتفاصيل. بقى كيكتب في واحد الورقه وكيرشها بالماء وكيقرا على القران، وانا كنحس براسي مرتاح. عطاني واحد القرعه ديال الماء، قال لي بقى تشرب منها فاش تبغي تنعس، وعطاني ديك الورقه وقال لي هادي خليها ديما في جيبك، ومن هنا يومين غنرجع نشوفك كي بقيتي. عند الوالده سمعتو كيقول لها ولدك حالته صعيبه ما غيخليوه حتى يعذبوه حيت قتل لهم ولدو. قالت له وشنو المعموله السي الفقيه؟ قال لها المهم راه درت له واحد الحجاب باش ما يوصلوش ليه، ومن دابا واحد اليومين غادي نرجع نجيب معايا واحد الفقيه هو اللي غادي يعرف اش يدير له. انا حسيت براسي كنقدر نحرك رجليا، حركتها وقدرت نوقف، ولكن يدي باقي كيما هي. شافتني الوالده وفرحات، قلت لها بلي غادي نمشي ندوش. صوبات لي الدوش، دوشت ورجعت لبيتي. كانت ديك 10 ديال الليل وكان فيا النعاس. شربت من ديك القرعه ونعست، وانا نحس بشي حد كيفيقني. غير حليت عينيا وانا نلقى نفس الراجل اللي كيجي يديني كل ليله للقصر. قال لي وصل الوقت يلا نمشيو، وانا عارف راسي ما نقدرش نقاوم وغادي نمشي معاه بزز مني. الحاجه الوحيده اللي غادي تخليه يبعد عليا هي ديك الورقه اللي عطاني الفقيه، ولكن انا فاش دوشت نسيتها في الحوايج اللي قتلت. هنا فين عرفت ان هاد الليله ديال الجزاء ديالي حيت قتلت داك المش. داني معاه، ما عقلت على والو حتى لقيت راسي قدام الباب كنتسناو العساس يحل لينا. دخلت وداني لواحد البلاصه وسد عليا. كان الظلام، كانت واحد البلاصه ما فيهاش الضو، داكشي داير بحال شي غابه ما كتدوش لها الشمس. مشيت حتى لقيت واحد الراجل اخر كيعذبوه فيه. غير شافوني دوك الجنون وهما يطلقوا عليا واحد الكلب كبير بزاف. بقى تابعني وانا غير هارب، ما عرفتش فين غادي حتى وصلت لواحد البير. نقزت فيه بلا ما نفكر حيت قرب ليا داكشي اللي كان تابعني. اصلا هذا هو الحل اللي بقى عندي. ما جيت فين نوصل للقاع ديال البير حتى ضربتني الفيقه. لقيت يدي وجهي عامرين بالدم. بغيت نوض نغسل وجهي وانا نتاكل، ملي شفت رجلي لقيتهم ولاو ديال البقر. تفكرت ديك الورقه ومشيت هزيتها، درتها في جيبي، عاد رجعت فيا الروح وارتاحيت. لقيت الوالده فاقت، قالت لي ما كتغوت، غير شافت رجليا وهي تسخ.
جا الوالد تا هو ملي شاف داك المنظر ما قدرش يتحمل، بقى كيغوت وكيقول لي شنو اللي وقع لك. ما عرف واش يهز الوالده ولا يشدني انا. المهم هزني وحطني في الفراش ومشى كيجري عند الفقيه اللي قال لي غادي نرجع. وداكشي اللي كان، جا هو وصاحبه شدوني، واحد كيبخر البيت، واحد كيقرا قران، وشاد واحد العمود وكيضرب فيا. ولكن انا ما كنتش كنحس بديك العصا اللي كيعطيني. من بعد شي ساعه شفت راويه كتحل الباب وكتقول لي بسلامه. حسيت بواحد الاحساس في شكل بحال الا يلاه تولدت من جديد، وليت كنحس بديك العصا اللي كيضربني بها الفقيه. بديت كنغوت وهو يحبس وقال لي على سلامتك ولدي، اليوم سال العذاب ديالك. حيدت ليزار وطليت على رجلي، لقيتهم رجعوا لطبيعتهم، وحتى يديا رجعت كنحركها. وصاني الفقيه باش ما نفرطش في صلاتي، حيت هي الحاجز بيننا وبينه. هنا كتسالي القصه ديالي، نتلاقاو في شي قصه اخرى.